السلام عليكم. هل الساونا حل أمثل أو حاجة تقدر تعتمد عليها لو بتحرق دهون وبتخسس وزن؟ الفترة الأخيرة ناس كتير بدأت تسوق للساونا بشكل كبير إن أنت تقدر تعتمد عليها في تخسيس الوزن وحرق الدهون، لدرجة إن في ناس بدأت تقول إن أنت تقدر في فترة قليلة جدا داخل الساونا تحرق من 300 سعر حراري ل 1000 سعر حراري، في الوقت ان انت اصلا على التريد ميل وانت جايب اخرك خالص بتحرق حوالي 14 سعر حراري في دقيقه ونص. فاللي يخليك تفتكر ان انت مجرد جلوسك في غرفه درجه حرارتها عاليه ان انت تخسر كميه السعرات الحراريه دي كلها. طب خلينا نسال السؤال بشكل صريح، هل الساونا بتخسس؟ قولا واحدا لا. الساونا ما ينفعش تعتمد عليها بصوره كبيره في حرق الدهون، لان الحاجه الوحيده اللي الساونا فعلا بتخليك تفقدها بكميات كبيره هي المياه، العرق والمياه اللي بتخرج منك بشكل كبير جدا وانت داخل الساونا. بالعكس، فقدانك لكميات كبيره من المياه والسوائل ده بيعطل عمليه الحرق، ده غير ان انت لازم تعوض السوائل اللي انت خسرتها علشان ما تتعرضش للجفاف. بنكرر تاني ان كل اللي انت بتفقده او الاغلبيه هي السوائل والمياه اللي في جسمك. الدهون اللي فيها نسبة ما تتعداش عن 5%، الدهون اللي بتخرج مع العرق ده نسبتها ما تتعداش ال 5%، ومجرد ما بتعوض السوائل والمياه اللي انت فقدتها في جسمك وزنك بيرجع زي ما كان. يعني لو انت حسيت ان انت فقدت شوية من الوزن وحسيت ان انت اقل في وزنك ده بشكل مؤقت بس علشان السوائل اللي انت فقدتها، انما بمجرد ما بتعوضها تاني بترجع وزنك زي ما كان. نيجي بقى للناس اللي بتقولك لا الساونا بتعلي معدل الحرق بنسبة 20%. هقول لك ان الكلام ده صحيح، ولكن بسبب ان ضربات القلب بتزيد بنسبة 30% علشان انت بتكون متواجد في مكان درجة حرارته عالية، انما بمجرد ما بتخرج تاني من الساونا ومعدل ضربات القلب بيرجع للمعدل الطبيعي، معدل الحرق ده بيرجع برضه للمعدل الطبيعي بتاعك وما بتستفادش منه. كده نكون عرفنا ان الساونا مش هي الحل السحري والامثل للتخسيس وخسارة الوزن. طب كده خلاص قفلناها، هل مفيش حل سحري ان انت تقدر بيه تحرق دهونك وتخسر وزن؟ لا، في، وحل قديم كمان. حل قديم واكيد انت كمان عارفه. الحل ده هيخليك تخسر الوزن، وكمان هيحسن من صحتك العامه وهيزود ثقتك في نفسك، كمان هيحسن من حالتك المزاجيه وهيقلل من التوتر ومن العصبيه، وكمان هيزود عندك هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره، وكمان عندك هرمون الدوبامين اللي هو هيروق دماغك ويحسسك كده ان انت منتشي طول الوقت. ايه هو الحل ده؟ الحل ده هو الرياضه. مارس اي رياضه، اي نوع من انواع الرياضه، صدقني هتاخد كل اللي احنا لسه قايلينه من شويه وهتستفاد من كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده. السلام بقى لو كمان تاخد خط التغذيه الصحيه وتبعد عن اي اكلات مضره او ملهاش لازمه واحده واحده. صدقني الموضوع مش صعب، الزم نفسك بس مبدئيا بيومين تمرين في الاسبوع. بعد شهر وبعد ما هتحس بالتحسينات وتحس بالفرق اللي انت بقيت فيه، صدقني محدش يعرف يخرجك من الجيم، واللي يعرف يخرجني يفرجني. طب هل كده بقى ان الساونا ملهاش اي لازمه ولا ليها اي فوائد؟ مين قال كده؟ تعالى بقولك على فوائد الساونا اللي ممكن فعلا تستفاد منها بعيدا عن موضوع ان هي شيء اساسي في موضوع التخسيس. الساونا ممكن تساعدك بشكل كبير في تحسين الدوره الدمويه، ان انت تتخلص من السموم والشوائب اللي في الجسم، وده عن طريق العرق اللي انت بتطلعه او بيخرج منك. بتساعد على تقويه الجهاز المناعي وبتقلل من الاجهاد. ونقطه ان هي بتقلل من الاجهاد ده انت ممكن تاخدها كحاجه بقى ريكفري بعد التمرين، ان انت تستخدم الساونا لمده قليله، ده بيساعدك في الاستشفاء العضلي بعد التمارين. ولحد هنا نكون ردينا على موضوع الساونا ده بشكل شبه كامل. لو الفيديو عجبك وطلعت منه بمعلومه، اشترك في القناه علشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، وادينا لايك على الفيديو ده، واعمل شير عشان اي حد معتمد على الساونا او تعرفوا ان هو معتمد على الساونا بشكل كبير في التخسيس يفوق ويعرف الطريق الصح على فين. سلام.